لكم هذه ما محضره. راح اسوي طبخه السوب العماني. السوب العماني نفس المرقه العاديه، بس شنو ما فيها خضار، لكن انا بحط قرع، بس قرع لازم نضيف، ما نقدر. الطريقه شلون؟ البهار راح ينحمس بالمقله هذه، هم بعد امس شريتها، شيليها عني ثقيله ماما. وراح احمس البهار وعلى الشوله وندقه، يعني كل شيء بيكون مدقوق. البهار بقول لكم شيء، انا كنت اصور ما احط فلتر صراحه، قالوا خلينا نحط فلتر، احب الفلتر بدون ميك اب، بس انا مو حاطه فلتر اللي يغير الوي. المهم اول خطوه بالسوب العماني سواء لحم او دياي، تحمسون البهارات الصحيحه المشكله. شوفوا تحمسون البهار لين تطلع ريحه البهار، وبعدين ندقه بالهاون مع الفلفل والثوم. شوفوا هني تعالي، حطيت ثوم، حطيت فلفل من هذا حار، هو يكون حار، ومن البهار، وندق بالهاون لين الخلط. شوفوا سويته بالماكينه بصراحه، الهاون هذا اللي عندي صغير. شوفوا شلون صار، ريحه لا اقول لكم شيء يجنن. هذه شوفوا هذا اللحم حطيت شوفوا هذه بصله مفرومه صغار، شوفوا راح احمسها مع اللحم عشان تاخذ الطعم. شوفوا بس بصل، راح اقصر على الشوله هذه. الحين بعطيكم صوره وبكتب لكم المكونات. شوفوا خلوني اراويكم النقاط المهمه. حطيتي ماي يا ناديه؟ ما حطيت ماي. زدت البصل شويه، طحنته بالماكينه، وشوفوا الحين اللحم قاعد يطبخ بالبصل وماي اللحم، ومقطيته وحاطه على القطا هاون. شوفوا هذا عجيبه، هذه عجيبه. شنو؟ كاهي. شوف هناك اللحم تقريبا الحين نقول استوى 3/4 استوى. بشنو؟ فقط بالبصل، ما حطيت ولا نقطة ماي. اللحم مثل ما قلت لكم السوب العماني ما يضيفون خضار، بس انا بحط قرع عن خاطري، حبة واحدة بحطها من الحين عشان تذوب. مثل ما قلت حتى طماط انا بضيف، في يضيفون في ما يضيفون، انا راح اضيف طماط فريش لا. الحين سر الخلطة كلها وطعم المرقة هني بهذا البهار. العيش بسوي معاه عيش مشخول. تغسلون العيش عادي، تغسلونه عدل بماي فلتر، ينقع ساعة، مو ماي حار ولا شيء، تطلع لكم الحبة طويلة ومفتشة. أي نوع عيش سووا هالحركة، ما له شغل نوعية العيش. هذا ملح، شوفوا ملح خشن، هذا حق العيش المشغول، وبعدين أشغله وأحطه بالجدر الثاني اللي أمس شريته الجديد. هذا ملح، شوفوا ملح خشن، هذا حق العيش المشغول، وبعدين الحين عشان تطلع معاي الحكوكة حطيت زيت زيتون. البصل راح احمسه شوي مع شوية كركم، ما راح اخليه يقمج لانه راح يتسكر مدة طويلة. كذا بخلي البصل بالقاعة ويصير على العيش فوق هم حلو. بس اذا تبون حكوكة مع البصل ويصير حكوكة بدون بصل بهالطريقة، اهم شيء الحديدة اللي تحطونها تحت الجدر وتقصرون على الشولة لمدة نص ساعة، ساعة الا ربع، تطلع لكم حكوكة طبيعية بدون إضافة أي شيء. شوفوا حطيت كركم، وتبون فلفل أسود حطوا، خلاص كذي كافي. راح أسكر الشولة أنا وهو راح يحمر عقب. شوفوا حطيت كركم، شفتوا شلون اشتغلت فيها، تقريبا نقول صار لي ساعة أو أكثر. الحين احط الملح لانه تقريبا نقول استوى اللحم. ارجع اقول لكم ترى ما حطيت ولا نقطة ماي، كل شيء طبخ بالبخار والبصل والطماط.
ارجع اقول لكم ترى ما حطيت ولا طبخ الماي وهذا العيش. شوفوا بدل ما مداني اخليه ساعة ينقع، نص ساعة. يلا حط طبعا بعد ما تنشف من الماي. انا حطيت شوي لاني قاعدة اصور حق الانستغرام واصور لكم، بس هذه مرقت. يلا حط جربوها، يصير مع اللحم او الدياي بس شيء ما ينشبع منه. العيش انا ما احسب له كم دقيقة، انا اشوف الحبة لما تصير طويلة خلاص كذي كافي. العيش انا شوفوا يعني هذا كذي بعده يبين من الشكل، تشوفون الحبة طالت خلاص. شوفوا وهذا العيش شوفوا ما شاء الله شوي شوي. شيل الباقي كله. وهذا العيش مع اجمل لقطة الحين الشكل النهائي. شوفوا تعالي جريس، شوفوا شو حلوة هذه بحد ذاتها، قيمة غذائية رائعة. شفتوها؟ شوفوا بس، شوفوا المرقة ولون المرقة، انتوا بس تشوفون ودي تشمون الريحة ايضا. القرع هذا الماي كله، ومع اجمل لقطة نشبة العيش. شوفوا بس، شوفوا بروحه يتفجج تبارك الرحمن. شوفوا بس، شوفوا بروحه يتفجج تبارك الرحمن. شوفوا طبعا لازم اخليه اكثر يتسكر، بس يلا ما علي انا بس خلاص تعبت يعني. شوف هذا الحين شنو اجمل لقطة اجرب معاكم. شوفوا بس، شوفوا لازم اشوقكم. طبعا القرع ذايب واللحم شوفوا. انا بس براويكم العيش، ابي اشوقكم بالعيش. كذي ما يحتاج لا معبوج ولا فلفل، هو فيه كل شيء. بعد اشوفكم بعد مرة مع انه حار حار. كملي 3. شو اقول وش احكي؟ روعة طبقوها.